السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو بقى هيعجبكم جدا. عملت غدا خفيف كده ونزلت جري على طنطا، انا واختي ومليك وبنت اختي. رحنا نعمل ايه بقى؟ كان فيش اختي كان ناقصها شويه رفايح في المطبخ عايزه تجيبها، وانا كمان كنت عايزه اشتري شويه حاجات كده. فقلنا ايه بقى؟ سمعنا كتير عن المعرض السوري موجود عندنا في طنطا. في اخر المعرض في كل حاجة، زي ما بيقولوا من الإبرة للصاروخ، من أول البلاستيكات وحاجات المطبخ لغاية اللبس والشوزات. في صراحة حاجات حلوة أوي وذوقهم بصراحة تحفة. كملوا بقى معايا الفيديو للآخر عشان نشوف بقى عملت أكل ايه الخفيف النهاردة، وجبت ايه مشتريات ايه اللي أنا جبتها ليا أنا وأختي، والاسعار عامله ايه. شايفين الطقم دوت؟ عاجبني جدا جدا جدا. يا جماعه انا بقبل الهدايا اي حد شايف الطقم دوت وعايز يجيبولي انا موافقه. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف بقى عملنا ايه. واللي لسه ما اشتركش في القناه اتمنى يشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان كل حاجه بعملها لكم توصل لكم اول باول. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. اول حاجه بقى هنا عملتها، انا جبت بقى ايه، قلت هعمل شويه رز حبه وحبه، وايه يعني اعمل اكله خفيفه كده. لسه واكلين من يومين بط وفطير زي ما انتم شايفين الفيديو الاخير. فانا قلت هعمل اكله تكون ايه خفيفه وفي نفس الوقت عشان انجز في الوقت، عشان ما اتاخرش في المشوار اللي انا رايحاه. عملت ايه؟ حطيت معلقتين زيت ومعلقه سمنه على النار، واول ما سخنوا معايا كده قمت جايه نازله يعني بربع كوبايه رز مغسوله. اول ما احمرت معانا هنا اهوت هنزل بقى بالرز التاني. يعني انا غسلت الرز اهو، غسلته وصفيته، هاخد منه شويه رز صغيرين ربع كوبايه كده احمرهم واسيب الباقي. اول ما الرز ده يحمر اقوم جايه حاطه الرز التاني الابيض عليه ومقلباه كويس. انا بشرح لكم ليه، ممكن يكون اللي بيتفرج عليا بنوته صغننه كده مثلا عندها 13 14 سنه لسه مش عارفه تعمل الخطوات ايه بتاعه الرز. فانا ايه بحاول ان انا ابسط الصوره لكل اللي يعني كل اللي يتفرج عليا سواء كبير او صغير يفهم اللي انا بعمله. زي ما انتم شايفين اهوت، اهم حاجه عشان الرز يطلع معاكي مفرفر وفي نفس الوقت حبيته مستويه، اهم حاجه تشويحه الرز ديت. اول ما اقعد اقلبه كده 5 دقايق على نار متوسطه، وبعد كده احط الملح، حابه تحطي شعره فلفل حطي. وبعد كده كنت مسخنه شويه ميه قلت عشان ينجز في الوقت ويستوي بسرعه وننجز نلحق نروح نشوف المشوار اللي احنا رايحينه. قمت جايه بقى حاطه خلاص الميه اهوت هقلبه كويس واغطي عليه. هتعملي ايه جنب الرز يا ام مليكه؟ هعمل شويه بطاطس صوابع وبيض، وكان عندي شويه مخلل اطلعهم وشكرا على كده. انا هحاول انجز في الاكل ليه يعني يعني انا اخترت ان اعمل اكله خفيفه النهارده ليه؟ عشان احنا عندنا المواصلات، عندنا احنا مش من طنطا، احنا من بلد جنب طنطا. عشان اركب واروح طنطا فيها ساعه الا ربع. عشان اركب اصلا العربيه اللي هتوديني طنطا ممكن اقف على الطريق نص ساعه وما الاقيش مواصلات. فانا حبيت ان انا اعمل اكل بسرعه ونلبس وناخد وقتنا بقى، يعني عشان ما يتاخرش والدنيا تلاقي علينا واحنا في طنطا. لا نلحق نشوف احنا هنشتري ايه ونلحق نرجع البيت. اختي كمان كانت عايزه تنزل تشتري شويه حاجات لبيتها، يعني شويه رفايع، فهي كمان برضو خلصت اللي وراها ونزلنا. انا حطيت زيت بقى يقدح على النار، اتاريني كنت غاسله الطاسه كان فيها نقطتين ميه ما خدتش بالي. يعني سخنت شغلت عليها الميه كده البوتاجاز النار عشان يعني تنشف، وبعد كده حطيت الزيت، اتاريني حطيت الزيت وكان تقريبا كان فيه نقطتين ميه. اول ما نزلت بالبطاطس اللي احنا مفرزينها مع بعض قبل كده، قام الزيت طلع كميه زي ما انتم شايفين طرطشه محترمه. انا جريت من قدام الطاسه انا بخاف جدا من النار من الزيت من اي حاجه، يعني بتلسع كده. جريت. الرز خلاص كان شرب الميه بتاعته اهوت، وانا وطيت عليه وسبته بقى مع نفسه ايه يستوي مع نفسه. شايفين اصلا لونه عامل ازاي؟ والله العظيم يتاكل لوحده من حلاوته. اهم حاجه يا جماعه انا حابه اقولها لكم النهارده في الفيديو دوت، اهم حاجه الرضا. يعني احنا مثلا لو مش راضيين وعاملين مش راضيين على عشتنا وعاملين فراخ وبط ومحشي بس الواحد نفسيته متضايقه او في حاجه مغصى عليه حياته، والله اللقمه هيبقى لها طعم. عامله شويه فول وبيض وعيش والدنيا وراضيه باللي انت فيه، هتلاقي ربنا والله العظيم بصي اللقمه مسكره، وهتلاقي ربنا هيرضيك. يعني مهما تكوني في ظروف صعبه ربنا هيرضيك. انت توكلي وقولي يا رب، ربنا بصي هيفك اي كرب انت فيه. خلاص اهوت البطاطس خلاص كانت تعتبر خلاص احمرت. انا بقيت خلاص يا جماعه مدمنه البطاطس ديت. ايه يعني ايه؟ انا بقيت بحب اجيب البطاطس افرصها واحطها في الفريزر واطلعها يا دوبك وهي متلجه كده على الزيت يكون سخن، احمرها. طعمها بيبقى تحفه، من بره مقرمشه ومن جوه جوسي كده. لا
حلوه جدا. بقيت اجيب ب5 كيلو 5 كيلو واعملهم وافرزهم في الفريزر، وقبل ما يخلصوا ما اكون عامله الكميه التانية. طعمها بيفرق قوي عما تجيب البطاطس الفريش ونحمرها على طول. لا صدقيني بيبقى في فرق جامد. اللي حابب الطريقه ديت موجوده عندي في فيديو قديم، اكتبي طريقه او بصي في الفيديوهات القديمه طريقه عمل البطاطس الفارم فريتز. البيض دوت كنت سلقته، حطيته لما خلاص قشرته حطيت عليه شويه ملح وفلفل. خلاص حطيت شويه ملح اهوت وشطه على البطاطس. هغرف الرز هطلع شويه مخلل. خلاص على كده اول ما هغرف هدخل بسرعه يعني اغير انا ومليكه والبس عشان يا دوبك اكل وامشي عشان الحق اروح المشوار اللي احنا رايحين. زي ما انتم شايفين البطاطس من جوه عامله ازاي جوسي، انا بحاول اوريها لكم، ومن بره مقرمشه طعمها حلو قوي. الرز خلاص هو كان خلاص استوى، هغرفه بقى واسيبه يبرد ونجهز بقى انا وايه وست لوكا. شايفين الرز اصلا عامل ازاي؟ بصوا يتاكل لوحده من منظره الحلو ده. زي ما قلت لكم قبل كده احنا يعني لازم يوم يشيل يوم، يوم عاملين محشي، يوم عاملين فول، يوم عاملين مش عارفه ايه، عاملين مكرونه وبيض، يوم كذا يوم كذا. يعني هو مش كل الايام بقى احنا بنعمل محاشي ورز معمر وعزومات وكده، لا طبعا، هي ايام بتشيل ايام. هو الرز اصلا لوحده لوحه فنيه يعني مش محتاج حاجه تتاكل جنبه. ما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا اللايك بالله عليكم، اللايك ده بيفرق معايا جدا في رفع الفيديو. يعني اتفرج على الفيديو دوت يعمل لايك ويحاول يكتب تعليق. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. هنا خلاص بقى كنا احنا خلاص وصلنا المكان اللي هو اسمه المعرض السوري. اول ما دخلنا على المكان اللي هو فيه رفايع بتاعه المطبخ، لان اختي كانت عايزه تشتري شويه حاجات من بتوع المطبخ يعني شويه رفايع. مليكه هي ماسكه العصاره بتاعه البرتقال، تقول له عمو دي بكام؟ كل اللي واقفين قعدوا يضحكوا، بصوا حتى اللي هو الراجل اللي بيبيع قعد يضحك. انت بتسالي دي بكام ليه وانت هتشتري؟ انت هتدفعي فلوس يعني؟ كله بقى عنده صراحه المكان ده فيه زي ما بيقول من الابره للصاروخ. كل ما تتوقعيه وتتخيليه هتلاقيه موجود هناك. والحاجات يا جماعه هناك ذوقها حلو قوي قوي قوي، وكمان سعرها سعر الجمله. يعني انا اللي استغربته اللي السعر سعر الجمله ده اللي يعني ازاي. الطقم بتاع الشاي والجاتو ده يا جماعه عجبني جدا جدا جدا. لا صراحه تحفه. يتحط في النيش كده ويتقفل عليه اللي هو الطقم اللي هو تحت ده. في كاسات حلوه قوي كل الاشكال، يعني اي عروسه حابه تروح تجيب من هناك روح على ضمانتي. الحاجه هناك حلوه قوي وسعرها حلو قوي، وبجد خامتها حلوه. لا حلو يعني بجد انا اتبسطت قوي من المكان هناك. شايفين ده كمان ايه دوت عبيان استقبال ومشتها تحفه. سعرها يعني سعر الجمله حاجات حلوه قوي. ده القسم اللي انا دخلت فيه قعدنا فيه حوالي يجي ساعه انا واختي اشتريت شويه حاجات برضو، وانا قعدت فيه حوالي بقولك يجي ساعه من كتر الحاجات الحلوه اللي فيها. من كتر الحاجه الحلوه مش عارفه اشتري ايه ولا ايه. البرفانات هناك ريحتها حلوه قوي، السبرايات ريحتها تحفه، الشامبوهات الزيوت. الزيت ده شامبو ومنه بلسم. انا هوريكم انا يعني في اخر الفيديو هوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها ايه. في ساعات وفي محافظ وفي شنط رجالي. لا في حاجات بجد حلوه قوي. مليكه بقى كل ما ماشيه انا عايزه من ده يا ماما، عايزه من يا بنتي حرام عليكي لسه صغيره انت عايزه وخلاص. حلوه الساعه الفيروزي دي قوي. في حاجه رجالي وفي حريمي وفي نضارات. ده شامبو بلسم دوت الشامبو والبلسم اللي انا جبته هقول لكم على سعره عامل ايه، وهقول لكم عن تجربتي اللي فيه طلعت عامله ايه. يعني أنا زي ما قلت لكم ما رضيتش انزل الفيديو الا لما اجرب الحاجه واقول لكم هي كانت خامتها عامله ايه. كان كويس نشف الشعر ما نشفوش، لا انا هقول لكم على الدنيا كانت عامله ايه. خلاص بقى سيبنا القسم بتاع الميك اب والشامبوهات والكلام دوت، دخلنا بقى على قسم التوك.
كان في توك هناك حلوه قوي، وقمشات وحاجات حلوه قوي، وبندانات وطرح كانت خامتها حلوه قوي، والوانها كانت جميله. ده بقى الشوزات. هقول لكم انا جبت انهي شوز. بصوا يا جماعه، كل الشوزات اللي انتم شايفينها ديت خامتها حلوه جدا. الارضيه بتاعت الشوز تحسيها هي طبيه، يعني تحسي انت بتحطي رجليكي كده في سفنج تحت رجليكي، في لا حلوه يعني، مش منها الارض وناشفه. الشوز التحفه اللي انتم شايفينه، كل الشوزات الارض اللي انتم شايفينها ديت عامله 100 جنيه. عامله 100 جنيه والله، عامله 100 جنيه. انا رحت كنت قبل ما اشتري كنت بتمشى كده في طنطا وسالت على شوزات ارضي، كانت عامله 250 جنيه. فانا بساله بالصدفه بكام الشوز دي، الشوز ده عامل كام؟ قال لي 100 جنيه. قلت له 100 جنيه؟ قال لي اه. قلت له طب كويس ماشي. عملت نفسي ده يعني ايه، مش مندهشه عشان ما يعليش في السعر، بس اتصدمت من جوايا. 100 جنيه يا عم الحاج بجد؟ انت بتتكلم بجد؟ امال ايه 250 جنيه دول؟ الشوزات العاليه ديت عامله 150 جنيه، اللي هي الارضيه بتاعتها عاليه. الصوادر اللي انتوا شايفينها ديت، انا ايامنا يا جماعه كان اسمه صندل، انما دلوقتي اسمه هيلز. الهيلزات اللي انتوا شايفينها ديت عامله 150 جنيه، برضو جميله وخامتها حلوه قوي، في ستايلات كتير. كل الشوزات اللي انتوا شايفينها ديت العاليه، المستوى العالي عامل 150، انما الشوزات الارضي عامله 100 جنيه. لا بجد ما ندمتش ان انا روحت يعني المكان ده، لا عجبني، كل حاجه فيه عجباني بجد. كان عايز مبلغ محترم وتشتري بقى كل اللي نفسك فيه. ان شاء الله لي زياره تانية باذن الله هنزل اجيب برضو شويه حاجات وهصورها معاكم. دي الشنط برضو، بس اللي كان اشيك صراحه الشوزات. الشنطه الكروس ديت تصوروا كانت عامله كام؟ عامله 50 جنيه. ده في اي مكان بقى من اللي احنا بنجيب منه 150 200. والشنط دي برضو كلها عامله 150 جنيه، اللي هي شنط الشباب ديت تنفع المدرسه. الشنط الاطفال اللي انتوا شايفينها ديت عامله 100 جنيه. شفت الشنطه اللي عليها نحله ديت عامله 100 جنيه. كده خلاص الفيديو بتاعنا قرب يخلص، هوريكم بقى انا اشتريت ايه. انا بوريكم المكان اللي هو دوت نزله الكوبري من ناحيه المعرض، لاي حد مثلا حابب يروح المكان دوت. انا خلاص بقى كنا خلاص روحنا، انا كنت دلوقتي في بيت اختي. الشامبو دوت، ده الشامبو اللي اسمه ارجان اللي انا جبته، منه شامبو ومنه بلسم. تحفه يا جماعه تحفه. الاتنين دول عاملين 150 جنيه، بجد رائعين. نتيجته حلوه جدا، بيطر الشعر وتحس الشعر ريحته حلوه لا عجبني قوي، تجربته بجد عجبتني. والكميه بتاعته كمان ما شاء الله، يعني شويه محترمين. ده الشوز اللي انا جبته دوت عامل 150 جنيه. انا كنت حابه اجيب شوز يكون رياضي، يعني امشي كتير ما تعبش. كان حلو جدا جدا، يحس ان انا ماشيه مش لابسه حاجه في رجلي. دي خلاص بقى دوت 3 علب كده المليكه للحضانه، احط لها فيها اكل ليها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ان شاء الله استناكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لحظه اقفل.